مناقشتها في المعرض مثل إزالة الكربون والطاقة النظيفة والأفضلية الوطنية المصنوعة. مدير العام الفيدراليه المغربيه لصناعه البلاستيك وكوميسير جينيرال ديال لي صالون بلاستيك اكسبو باك اكسبو. هذا العام هذه الدوره ديال العاشره ديال معرض صناعه البلاستيكيه والرابعه ديال معرض التلفيف والتعبئه تنظم في اطار في واحد المناخ اللي خاص، لان من بعد الجائحه اللي عرفها العالم حنا كنا توقفنا ما نظمناش المعارض ديالنا اللي الهدف ديالهم هو انعاش اولا صناعه البلاستيك وثانيا قطاع التغليف والتعبئه. المصنعين هذا العام مستعدين وحاضرين باش يستقبلوا جميع الزبناء ديالهم. والمعرض هذا العام غادي يتنظم لاول مره في قسم مؤتمرات اللي كاين في مدينه الجديده محل السادس. هاد الدوره غادي تعرف ماشي غير المعرض ديال الصناعات، ولكن معرض الصناعات ومجموعه ديال المحاضرات اللي مهمه للقطاع وللصناعه المغربيه. المستجد ديال هذه الدوره هو ان غادي يداروا هاد جوج المعارض في وقت واحد، لان من بعد الوقت اللي داز وما قدرناش ننظموا كل واحد على حده. هذا العام غادي ننظموه في وقت واحد. ثانيا غادي ننظموه في معرض اللي جديد هو معرض محمد السادس اللي في مدينه الجديده. ثالثا هو فرصه ان نعاودوا نهضروا على مجموعه ديال التحديات اللي كنا التزمت بهم الفيدراليه والقطاع ديال الصناعه البلاستيكيه قبل الجائحه، واليوم عاود خدنا العزم باش نديفلوبيوهم ونزيدوا بالامام الصناعه الوطنيه والصناعه البلاستيك خصوصا. ان شاء الله مجموعه ديال الدول غادي يكونوا مشاركين، وكاينين دول اللي اول مره غادي يشاركوا. كاين فرنسا، ايطاليا، البرتغال، كاين دول ديال الشرق الاوسط. احمد بالعربيه عضو ديال الفيدراليه المغربيه لصناعه البلاستيك. حنا الان في هذه الندوه الصحفيه قبليه من باش يكون تهيئ المعرض اللي غادي يكون لاول مره بالمساحه ديال المعرض محمد السادس بالجديده. فهذا الحدث هذا غادي يكون عنده جوج ديال الاولويات اللي هي مهمه، وهو الصناعه السياديه اللي يتكلم عليها سيدنا في الخطاب ديالو، وان الصناعه ديال البلاستيك راه صناعه مهمه لان غادي تطور اكثر وعاد بدايه ديالها، لان الصناعات اللي كتطور دابا صناعه السيارات وصناعه الطيران محتاجه دائما القطاع الصناعي ديال البلاستيك. وكيف كتلاحظوا بان هذه السنه سنه شويه فريده من نوعها، ان كانت فيها اول يوم للصناعه بالمغرب، واللي كان في 29 مارس بالدار البيضاء، واللي كانت فيه رساله ديال سيدنا الله ينصرو، واللي كيأكد فيها الطريق والوعد الجديد اللي غتكون فيه الصناعه السياديه، واللي الهاجس ديالها هو الشغل والابتكار. اذا هاد الحدثين بجوج هادو فرصه للناس اللي في القطاع ديال صناعه البلاستيكيه باش يمكن لهم يساهموا في هذا التوجه، لان دابا ولات واحد لا فيزيون une vision stratégique pour développer l'industrie souveraine au Maroc. Donc tout est là, tout est disponible.
ما يمكن الا الواحد يشارك في هذا البرنامج اللي غادي يطور الصناعه في البلاد ديالنا. وانتم كتعرفوا بان في الرساله اللي تقرات في اليوم الاول الوطني للصناعه كانت باش تكون كل دوره في كل جهه، انه المغرب راه فيه 12 جهه، ان معنى ان الصناعه من دابا واحد الفتره ديال 12 عام غادي تكون في واحد المستوى اللي هو كبير واللي غيتحسنوا فيه المؤشرات ديال المغرب دوليا.